أهلا وسهلا. اليوم بسوي معاكم سلطة غريبة مميزة. مثل ما تشوفون المكونات هذه. عندي الشبنت، عندي الربيان إذا كانت الحبة كبيرة نقطعها إلى 3. البطاطا المسلوق حطيت معاه شوي كركم، وعندي الأناناس. ما قلت لكم سلطة غريبة، والأناناس لازم نقطعه، وماي الأناناس راح نستخدمه في تخفيف المايونيز. عندي هني الخيار، حطيت 4 حبات خيار كذي، نشيل القشر منهم ونقصصهم صغار صغار. وعندي هني المايونيز، حطيت 3 قفاش على حسب كمية السلطة اللي عندكم. نخلط المايونيز مع بعض. الربيان أنا فحته مع شوي كركم ورقة غار مع المسمار اللي هو القرفة. حطيت المكونات كلهم على المايونيز اللي مطعم ماي الأناناس، وهني عندي الأناناس مقطع، والماي هذا ما راح نقطع ماي الأناناس وننزله عليهم. هذا شكلها النهائي. طبعا الشبنت اللي خلطتها مع المكونات كان شوي مو وايد، ما نبي تضيع النكهات. هذه السلطة راح تعجب اللي يحبون التغيير في الأكل.